بيحصل لك ساعات في حياتك مثلا ان انت تعرضت لإساءة مثلا من ناس بره، وخصوصا الإساءة لو كانت جامدة بقى بالأهل أو الأم أو الأب، أو مثلا انضربت مثلا وشكلك بقى كان واتبهدلت، وكان يعني اتعلم عليك معنى الصح يعني، وشكلك كان وحش خالص ومحرج قدام الناس، أو اتقل بيك من حد قدام الناس. أيا كان بقى من الناس، صحابك مثلا بعد كده قلبوا عليك ما عندوش صحابك وبقى بيكرهوك، أو ناس في الشارع مثلا. أيا كان من الحاجات دي. أنا كنت قلت في فيديو قبل كده اللي هو ساعات المفروض نحكي لأقرب الناس لينا وما نحكيش لبره، بس أنا برجع تاني بقول مثلا في حاجات زي دي ممكن صعب نحكيها لأهلنا، فساعتها بنضطر نخبي. وأنا معاك في الحتة دي. لو انت مثلا بتخبي عشان بس ان انت خايف من شكلك قدام اهلك، دي حاجة حلوة. ان انت مش عايز تبين شكلك قدام اهلك اللي هو ضعيف او ياخدوا عنك فكرة وحشة، دي حاجة انا معاك فيها جدا. وان انت تعرف دي انا معاك فيها خالص. دي ممكن، طب دي لو انت بتسألني مثلا عايز حلها ازاي، حلها ان انت ممكن لو عايز تتكلم وتفضفض، لان ساعات الواحد مننا مش عايز يتكلم يحكي لحد، ممكن تحكي لشيخ مثلا، تحكي لحد مثلا بره، بس ما يكونش ليه قرابة أبوك مثلا أو أمك عشان ممكن يتكلم. تحكي بس الأول بتحكي للشيخ، وشيخ ما يكونش يعرف حد من أهلك، وساعتها دي لو حل مشكلة. فالحتة دي لو انت بتعمل عشان الغرض ده، لو شكلك وعشان كمان أهلك ما يفقدوش ثقتك فيك وما يحملكش مسؤولية، أنا معاك فيها. بس شرط إن هي ما تكونش مشكلة لأهلك، يعني انت ما تخبيش مصيبة وفي الآخر هتيجي على أهلك، لا، لازم المشكلة تيجي عليك تأثيرك انت، دي ماشي معاك فيها، لكن على أهلك لا متخبيش. حتى لو انت هتتقل بيك وهيتحصل بيك، استحمل، لأنك انت المشكلة دي هتضر بأهلك.